السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواشتكم مبروكه ان شاء الله، يا ربي تعيدوا بالصحه والسلامه وطول العمر ليكم ولحبابكم ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم 4 سلطات مغربيه اللي كيجيو رائعين، كيجيو لذاذين بزاف وبطريقه سهله ومبسطه، وكنحضروهم دفعه واحده، يعني ماشي كل حاجه كنطيبوها بوحدها، كيجيو غزالين ودغيا كيوجدوا وكل وحده ألذ من الأخرى. ونتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو الله يخليكم ويبارك فيكم، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا كنتم مشتركين مرحبا بكم معايا في مطبخ أم ياسو أو عيشة كويزين. ويلا على بركة الله ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. كيف ما كتشوفوا عندي واحد الكميه ديال الخضره اللي انا نقيتها وغسلتها مزيان. عندي البطاطس وعندي الجزر او خيزو، وعندي الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء، وعندي القرعه الخضراء او الكورجيت كيف ما كتشوفوا. والكميه كتبقى على حساب الافراد العائله ديالكم، على حساب الكميه اللي نتوما بغيتو. غادي ناخذ واحد الكسكاس كيف ما كتشوفوا عندي، انا درت غير البطاطا صغيره ما درتهاش كبيره. كل وحده كنقسمها كيف ما كتشوف، كنقسمها على 4. المهم كتقطعوها بحال هكا قطع، كتكون متوسطه او كيف ما كتشوفوا، يعني كتكون مربعات ولا مكعبات صغار كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للتقطيع نتوما كديروا الحجم اللي بغيتوها كبيره بغيتوها صغيره. انا درت غير هاد البطيطه الصغيره كيف ما كتشوفوا، كنقسمها على 4 وكل وحده كنقسمها على 2 كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخد الجزر كيف ما واضح في الصوره، كنقسمو حتى هو عفوا كنقسمو في النص كيف ما كتشوفوا على الطول ديالو. وكاين كيكون داك القلب، داك الراس كيكون خضيضر شويه ولا كتكون كبير، كنحيد منه واحد شويه. يعني انا ما كنحيدش ليه القلب ديالو كامل كيف ما واضح في الصوره، كنحيد غير داك الراس الفوقاني اللي تيكون قاصح شي شويه. وكنقطعوه بهذا الشكل هذا، الطول ديالو على هذا الشكل هذا، وانتم قطعوه كيف ما بغيتو. ممكن تقطعوه ديال الدوائر كيف ما عجبكم نتوما، لكم الاختيار. وعندي هنايا الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء كيف ما كتشوفوا، حتى هي نقيتها وغسلتها. المهم كنقيو الخضيره ديالنا وكنغسلوها مزيان. وغادي نستف هادشي كامل، غادي ندير كل حاجه بوحديتها، غادي نديرهم في الكسكاس كيف ما واضح في الصوره. وغادي ناخد القرعه الخضراء او الكورجيت كيف ما كتشوفوا، حتى هي كنقسموها على 2 وكل نص كنقسموه حتى هو، يعني وحده كنقسموها على 4. وإلا كانت كبيره شي كبر من هكا كنقسموها على 3. المهم ليكم تاني ليكم الاختيار، ممكن تخليوها الا كانت صغيره بزاف غتقسموها غير على 2 وغتخليوها هكاك طويله. غادي نستفها، غادي نسرحها من الفوق داك الخضره كامله كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب الكسكاس، غندير فيه واحد الكميه ديال الماء من التحت، وغادي نحط فوق منه الكسكاس. عفوا كنجيب البرمه تندير فيها واحد الكميه ديال الماء من التحت وكنحط فوق منها الكسكاس. كنديروه على البخار، كنغطيه وكنخليه حتى كيطيب. راه دغيا كيطيب، ما كيتعطلش بزاف، لان القرعه دغيا كطيب. كنديروها هي من الفوق. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما كطيب الخضره ديالي كنحيد كل حاجه، كنحيدها بوحدها. كنحيد داك القرعه اللي كتكون من الفوق كيف ما كتشوفوا. كنجيبو شي طبسيل ولا المهم شي حاجه اللي غنحيدو من فيها ديك الخضره ديالنا، وغير بشويه كتكون طايبه ولكن ما كتكونش هي مهريه. كيف ما كتشوف كل حاجه كنحيدها بوحدها، كنحيد البطاطس بوحدها والجزر بوحديتو. المهم كل حاجه كنديرها بوحدها. وكيف ما قلت لكم من بعد ما كنحطوها في الكسكاس وكنديروها فوق البوطه دغيا كطيب، راه ما كتعطلش. وكنقيسوها كنشوفوها ملي كتكون. كنقيسو اول حاجه كنقيسو داك الجزر، هو اللي شويه ما كيطيبش دغيا كنلقاوه طايب صافي. كلشي كيكون طايب كيف ما كتشوفوا. البطاطس طايبه والجزر حتى هو طايب، كلشي طايب يعني كلشي هو هذاك. وما نخليوهاش طيب بزاف بزاف حتى كتولي يعني كتولي مهريه، لا كنخليوها طايب ولكن باقي شاد في راسو. عندي هنايا حتى هذه الفاصوليا خضراء او اللوبيا الخضراء حتى هي طايبه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غنخليهم على جنب. غناخذ واحد المقيله على النار، درت فيها تقريبا 2 معالق ديال الزيت النباتي او الزيت المائده. ودرت فيها معلقه صغيره عامره ديال الثومه مطحونه او مدقوقه، المهم تكون محكوكه. كنشحر فيها هذيك الثومه شويه، داك شويه ديال الثومه كنشحر فيها كنشحرها مزيان كيف ما كتشوفوا.
وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال واحد الكميه لا باس بها، يعني واحد الكميه كبيره شي شويه ديال كزبره وبقدونس حتى هو مقطعين رقاق. يعني ما تنديروش غير شويه، كنديرو هاد الكميه هادي راه هي اللي غادي دير لينا السلطات ديالنا كاملين بربعه. كيف ما كتشوف كنشحرها حتى هي شي شويه مع داك الثومه، داك الكزبره وبقدونس مع الثومه، وكنديرو معلقه صغيره ديال الملحه، والملحه كتبقى دائما على حساب الرغبه. هاد المعلقه صغيره ديال الملحه راه هي اللي غنخليها، ما غاديش نعاود نزيد الملحه اخرى. كيف ما كتشوفوا من بعد شحرته شي شويه حيدته ودرتو في شي طبق على جنب. كنجيب في نفس المقله كندير فيها داك الجزر اللي انا كيف ما كتشوفوا كندير فيها الجزر، وغناخد واحد شويه من داك الكزبره وبقدونس وداك الثومه اللي حنا شحرنا، غادي ناخد منها غير واحد شويه صافي، وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزيت الزيتون كيف ما شفتوا، وغادي نخلط كلشي، غادي نشحر كلشي مع بعضياتو. غادي ندير واحد شويه ديال البزار او فلفل اسود، وواحد شويه ديال الفلفله السودانيه او الحار، المهم على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. ودرت واحد شويه ديال البابريكا او التحميره، وواحد شويه ديال الكمون، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو كيف ما كتشوفوا. يعني غادي نحرك، غادي نشحر مزيان داك الجزر او خيزو. ما كنشحروش، ما كنخليوش واحد المده طويله، يعني غير كنبقاو نقليو غير شي شويه لان كلشي طايب. كنحيدو على النار، كنديرو في الطبق ديال التقديم. وبنفس الطريقه غادي ندير البطاطس حتى هي كيف ما كتشوفوا، غنديرها في المقلاة وغادي ننزل عليها واحد شويه ديال داك الكزبره اللي حنا شحرناه مع الثومه. غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الزيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. غنخلطوا العناصر كلها مع بعضياتهم باش ياخذوا الطعم ديال بعض. غادي ندير واحد شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، وواحد شويه ديال التحميره، وواحد شويه ديال الفلفله الحاره على حسب الاختياريه، اللي بغى الفلفله حاره كيديرها واللي ما بغاش ما يديرهاش، وواحد شويه ديال الكمون كيف ما شفتوا. وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو كيف ما واضح في الصوره. غنشحر داك البطاطا مع داك نشرملها مع مزيان. هنايا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال، انا عندي هنا كانوا عندي واحد جوج مزيودات ديال الحار، قطعتهم صغار وشحرتهم شويه ديال الزيت. غادي نضيفهم فوق البطاطس، منها كيعطيوها الطعم ومنها كيعطيوها يعني كيعطيوها المذاق، وفي نفس الوقت كيعطيوها الشكل كيجي زوين. كيف ما كتشوف غنشحر كلشي مع بعضياتو حتى كنشحروا هذيك البطاطا كنشربوها مزيان، وكنحيدوها نديروها في شي طبق ديال التقديم. هنا داك الترموله او داك الكزبره والثومه اللي حنا شحرناهم، درتهم في شويه ديال الزلافه، درت عليها نفس التوابل اللي درت في الاخرين، في اللي انا شرمتهم الجزر والبطاطا. درت شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال السودانيه وشويه ديال الكمون، وزدت عليهم العصير ديال الحامض، حامضه صغيره عصرتها وزدتها فوق منهم. ولكن ممكن ديروا الا ما كانش عندكم الحامض ممكن ديروا الخل، وشويه ديال زيت الزيتون. خلطت كلشي كيف ما كتشوفوا. استفت هنايا القرعه الخضراء او الكورجيت اللي انا كيف ما شفتوا اللي حنا يعني طيبناها في البخار. كنستف هكاك في الطبق ديال التقديم، وكناخذ داك الشرموله كيف ما كتشوفوا. كناخذ كنحطها فوق منها، كنبقى نديرها نسقيها من الفوق كيف ما واضح في الصوره. غادي ناخذ واحد الطريف صغير ديال الحامض، واحد الدوره ديال الحامض، وغادي نحط نزوقها داك الشريح ديال هذاك الفلفله، داك المزيودات الفلفله اللي شفتوا شحرتها من قبل. المهم التزيين على حساب الذوق ديالكم. وغادي ناخذ اللوبيا الخضراء او الفاصوليا الخضراء، حتى هي غندير لها بنفس الطريقه اللي درتها القرعه. غير القرعه درتها مستفته لانها دغيا كتهرى، يعني دغيا كتخسر. استفتها ودرت فوق منها داك الشرموله واللوبيا. درت كلشي وخلطته كيف ما كتشوفوا. كنشدو كنخلطوها حتى هي كنديروها في الطبق ديال التقديم كيف ما كتشوفوا. يعني الشليضات اللي انا درت فيهم الحامض ما شحرتهمش لان درتهم هكاك. وانتم كتقيسوا بالنسبه للملحه، نتوما كتذوقوا. انا ديك الملحه اكتفيت غير بديك نص معلقه، عفوا بالمعلقه الصغيره اللي درتها مع الثومه والقزبر فقط، يعني ما عاودش زدت. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قديت الطبق ديالي كناخذ هذاك الطريف ديال الحامض. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للسلطات اللي انا درت فيهم الحامض كندير فوق منهم داك الشريحه ديال الحامض، واللي ما درت فوق منهم الحامض بحال الجزر والبطاطا راه خليتهم كيف ما كتشوفوا. درت لهم
لا حامض المرفوق لا والو. وكيف ما كتشوفوا كتجيك على هذا الشكل هذا 4 سلطات، وحتى المذاق تختلف على الثانيه، ولكن صوبناهم بطريقه سهله، وكتشوفوا كيف ما كتشوفوا كيجيو لذاذين بزاف، وكل وحده والطعم ديالها. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو رجاء ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على خير، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.